السلام عليكم. غتكونوا كاملين سمعتوا على الهضره اللي دارت في واحد الجروب ديال الفيسبوك ديال عدم الزواج من الموظفات، ان المراه الا تزوجتي بها خصها تجلس في الدار. واليوم بغيت نهضر في الفيديو هذا، بغيت نهضر على هذا الموضوع هذا، ولكن بغيت انا نناقشوا من واحد الكوتي ديفيرون، لان صراحه انا ما متفقش مع هذه القضيه ديال الاسباب اللي تعطات في هذا الجروب هذا علاش ان المراه خصها تجلس في الدار، لان غتمشي للخدمه غيتحرش بها شي واحد ولا شي حاجه. هذا السبب بحد ذاته انا ما متفقش معاه، وهذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم علاش. الموضوع شويه حساس، فخذوه يعني بعين الاعتبار، فكروا فيه، وممكن تتفقوا معايا يمكن ما تتفقوش معايا، ولكن خليونا نهضروا في في نطاق الاحترام وداك الشيء. اولا انا ما تنتفقش مع هذا السبب اللي تعطى باش عدم الزواج من الموظفات، لانها خصها تجلس في الدار باش ما يتحرش بها حتى واحد، باش ما زعما حنا بغينا نحميو هذه المراه هذه. ما متفقش انا مع هذا السبب لجوج حوايج. اولا المراه الا كانت يعني مولات دارها وداك السيد اللي مزوجه به تتبغيه وفهمتي ومقاتله معاه وداك الشيء، راه فاش غادي يجي يتحرش بها شي واحد راه غادي تردو لبلاصتو، راه غتربيه. هادو هما المراوات الحرات اللي تنعرف انايا. هذه من جهه. من الجهه الثانيه بحكم ان زعما غتقول نريح غنجلس المراه في الدار صافي راه انتهيت بهذا المشكل هذا، لا، المراه الا ما كانتش تتبغيك وكانت باغا دير شي حاجه راه واخا تسد عليها في الحبس غادي دير داكشي اللي بغات غادي دير. فهاد الحل هذا ديال نخليها في الدار باش ما يتحرش بها شي واحد وانت كتظن بانك راك كتحميها، لا راك ماشي ما كتحميهاش. فدابا حيدنا علينا هذه من هذه الجهه. علاش انا ما متفقش مع هذا السبب هذا اللي تعطى علاش ما خصهاش نتزوجوا الموظفين. قبل ما ندخل في الصلب ديال الموضوع، انا بغيت ناتاكي الموضوع من واحد كما قلت لكم واحد الجانب اخر اللي ما قيل ما تيهضر عليه حتى واحد. بغيت غير نقول لكم كما شرحت قبيله راه الموضوع حساس، وبغيت غير نقول لكم بانني انا الوالده ديالي 30 عام وهي خدامه استاذه في الليسي، يعني كبرت في عائله فين كان الوالد والوالده بجوج خدامين، فانا ماشي ضد ان المراه تخدم. اوكي، هذه من جهه. من الجهه الثانيه الزوجه ديالي حنا فاش تزوجنا قررت هي بغات تجلس في الدار، حنا اتفقنا هضرنا على الموضوع صافي وقررنا انها بغات تجلس في الدار، صافي غادي تجلس في الدار. والسبب علاش جلست في الدار غادي نشرحه لكم من بعد. وثالث حاجه اللي بغيت نقول انني انا عندي 3 البنات. بحكم انا عندي 3 البنات فعندي واحد الموقع يعني خاص اني نهضر على هذا الموضوع، لانني عندي بناتي انا وتنفكر لهم في مستقبلهم وتنفكر شنو خصهم يديروا وتنشوف المصلحه ديالهم فين كاينه. فماشي تنهضر من الموضوع يعني ذكر، يعني تنهضر من الموضوع كرجل، تنهضر على الموضوع من صفتي يعني عندي وعندي زوجه وعندي 3 البنات، ويعني فماشي تنهضر بالموضوع يعني هكاك عبثا، يعني قريب شويه من الموضوع. انا الراي ديالي الخاص وغادي نشرح لكم من بعد علاش، ولكن تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا علاش، تفهموا يعني لو ريزونمون ديالي. بطبيعه الحال القرار يعود الى الزوجين، الراجل والمراه مزوجين فاش هما غادي يقرروا واش المراه بغات تخدم ولا خصها تخدم ولا تجلس في الدار، ولا هما غادي يقرروا. كل واحد عنده لونفيرونمون ديالو، كل واحد عنده السيتوياسيون ديالو، كل واحد عنده المتطلبات ديالو، كل واحد لا سيتوياسيون ديالو ديفيرونت. ولكن فاش نفكر انا في الموضوع مزيان وفاش تنشوف شنو واقع في بزاف البلدان ديال العالم، تيبان ليا واحد كما تنسميوه ذا باترفلاي ايفيكت، واحد تاثير الفراشه واقع حاليا في بزاف البلدان اللي نقدروا نتراسيو السبب ديالو الاصلي. كما قلت لكم تاثير الفراشه يعني حاجه صغيره تتوقع اللي غادي يكونوا عنده تاثيرات اخرين في المستقبل اللي ما تنكونوش ضاربين لهم الحساب. فاش تشوفوا في التاريخ وكاع الحضارات العريقه اللي دازت، الحاجه الوحيده اللي جعلت من هذه الحضارات انهم يكونوا حضارات كبيره وحضارات عريقه كما قلت هي البوبولاسيون ديالهم، هي السكان ديالهم. اي حضاره فاش تزدهر الا وتيكون وراها واحد انفجار سكاني كبير اللي تيجعل ديك الحضاره انها تكبر وتزدهر وترتقي. فهاد الازدهار السكاني كما الا بغينا نقولها بحال هكا تيكون هو واحد من اكبر العوامل اللي تيساعد واحد الحضاره باش تزيد القدام وباش تكبر وباش تزدهر. ولكن اللي تبعنا في كاع الحضارات بالخصوص الحضارات المعاصره غادي نلقاو بانهم تيدوزوا من واحد الدائره، واحد لو سيركل ديال المودرنيزاسيون اللي في الاخير ديال داك لو سيركل تيكون عنده واحد التاثير سلبي على ديك الحضاره. خليني نشرح لكم. مثلا واحد البلاد اولا واحد الحضاره تنقولوا تيوقع فيها واحد الانفجار سكاني. هذاك الانفجار السكاني شنو تيجيب معاه؟ تيجيب معاه urbanization والاندسترياليزيشن، يعني ديك البلاد يعني المدن ودوك الدوائر الحضاريه تتزدهر بواحد الطريقه خياليه، الشيء اللي تيجعل الساكنه ديال دوك المدن حتى هي تتكبر. وعلاش هاد الساكنه ديال المدن كتكبر؟ كاع الناس في هذيك الحضاره ولا في هذيك البلاد من النواحي النائيه تيبغيو يمشيو لدوك المدن الكبيره باش يقلبوا على طرف الخبز، بحكم ان دوك المدن تيوليو دائرات حضاريه كبيره وفيهم بزاف الخدمه وكاين ما يدار. كاع الناس من المدن والقرى الاخرى المجاوره اللي باقيين صغار تيجيو يتكبوا في هذوك المدن الكبيره، بحال داكشي اللي وقع في كازا. ارانا فاش تتوقع هاد الهجره وهاد
الرحيل ديال هاد الناس من المدن والقرى النائيه لهذوك الدوائر الحضاريه والمدن الكبرى، اشنو تيوقع بما يسمى التضخم يعني الزياده في الكرا، الزياده في المعيشه، غلاء لو ترونسبور، الغلاء ديال ليدوكاسيون ديال الدراسه ديال الاولاد، القرايه والكتوبه وهذاك الشيء. يعني الغلاء ديال المعيشه تيزيد لان السكان كثار والطلب تيولي كثر من العرض. وفاش تيولي هذا الطلب كثر من العرض وتيوقع هذا ما يسمى بالتضخم، اشنو هي النتيجه ديالو على العائلات؟ النتيجه ديالو على العائلات هو انهم داك الديسبوزبل انكم اللي عندهم، دوك الفلوس اللي تيقدروا يشيطوا يديروا بها شي حاجه، يسافروا بها ولا يستثمروها ولا يشريوا بها شي حوايج اللي عاجباهم، داك الديسبوزبل انكم تيقلال. الور العائلات ولي كوبل اللي يلاه مزوجين تيوقعوا في واحد الفخ ديال انهم تيبغيو يزيدوا في هاد الديسبوزبل انكم، لان القضيه ولات حدو قدو، ما بقاوش يشيطوا بزاف، تيبغيو يزيدوا في الذخيره ديالهم دوك الفلوس اللي تيشيطوا. اشنو تيدي يوقع هنا؟ العائلات واللي كوبل بالخصوص تيبداو يفكروا ان حتى المراه حتى هي خصها تخدم باش تعاون راجلها اقتصاديا. في هذه اللحظه هذه فاش المراه والراجل بجوج تيوليو يخدموا، هنا كترفرف ديك الفراشه وتيبدا عندنا باترفلاي افكت اللي غادي نشرح لكم دابا. فاش المراه تبدا تخدم تدخل لسوق العمل، يعني تتعطي واحد الاهميه اكثر لاكارير ديالها، يعني خصها تعاون راجلها، خصها تعاون دارها وداك الشيء، تتعطي الاهميه لاكارير ديالها. ولا كانت المراه مازال ما ولداتش، شنو تيوقع؟ تتولي تتحاول تعطل داك الانجاب حتى تتقاد لاكارير ديالها وتمشي فيها بعيد وتوصل داكشي اللي بغات توصل ليه، عاد تنوض تفكر في الانجاب ديال الاطفال. واخا يكون بامكان المراه انها تنجب، ما تيكونش عندها وقت كافي باش تولد مثلا 2 ولا 3 وتكون عندها عائله كبيره، فتيكتفيو يعني بالطفل واحد. وهنايا عامه فاش تكون في شي دوله ولا في شي مجتمع اللي اغلبيه النساء تينوضوا يخدموا، تلاحظوا واحد الظاهره اللي تلاحظوها في بزاف الدول مثلا بحال كوريا، اليابان، لاشين، المانيا، طاليان، تتوقع واحد الظاهره ديال نسبه الولادات تتبقى غاديه وتتنقص. ولا بدات نسبه الولادات غاديه وكتنقص، حتى عدد السكان غادي يبقى غادي وتيتقلص وتينقص. الشيء اللي تيؤدي لواحد الظاهره اخرى اللي هي تقلص الاقتصاد ديال هذيك الدوله، لان باش تحافظ على واحد الاقتصاد قوي خاص العدد ديال السكان ديال هذاك الدوله يا اما يبقى ثابت ولا يبقى غادي في واحد التصاعد خفيف. وباش تحافظ على هذاك العدد السكان اشنو خاصك دير؟ 2 ديال الناس راجل ومراه خاص اللي يعوضهم، يعني خصهم هما بجوج يولدوا واحد المعدل ديال 2 ديال الاولاد، باش هاد 2 الاولاد تيعوضوا 2 ديال الناس الاخرين اللي فاش غادي يكبروا. وهذا هو المعدل ديال الولادات اللي خص كاع الدول تبقى محافظه عليه الا بغاو يبقاو محافظين على واحد الاقتصاد قوي. الا ما وصلتش الدوله ولا البلاد لهذا المعدل ديال 2.1 ولادات، يعني معدل ولادات لكل امراه او لكل كوبل، تيبقى عدد السكان غادي وتيتقلص وغادي وتيتقلص وغادي وتيتقلص، وتيولي عندك مشكل ديال الشيخوخه. يعني الناس الكبار اللي فايتين 50 عام و60 عام النسبه ديالهم غادي تولي اكبر بكثير على الشباب اللي تراوح الاعمار ديالهم ما بين 20 حتى 40 عام. وهنا غادي يبداو المشاكل ديال الباترفلاي افكت. المشكل الاول اللي راه ديجا لمحت ليه هو انه ما عندكش الناس بزاف باش تبقى محافظ على الاقتصاد القوي ديالك. اغلبيه الناس غيوصلوا 60 70 عام غادي يتقاعدوا، ما يبقاش عندك بزاف الناس اللي يروجوا لك الاقتصاد. وبحكم ان العدد ديال الناس الصغار اللي خدامين اللي تيخلصوا لك الطاكس باش يشدوك الفلوس وتوفر يعني لي بونسيون وتوفر السوسيال للناس الكبار وداك الشيء، العدد ديالهم قليل، غادي يولي صعيب عليك انك توفر هذاك المال باش تخلص دوك لي بونسيون وتخلص للناس التقاعد ديالهم. فشنو غادي يولي؟ خاصك تزيد تكثر الطاكس على الناس الصغار اللي خدامين باش يلاه تخرج المعادله تعادل. التقلص ديال عدد السكان حتى هو غادي يساهم في التقلص والانهيار ديال لينوفاسيون. ما غاديش يكونوا عندك الناس بزاف اللي يقدروا يديروا لا ريشيرش ويقراو ويبتكروا ويخترعوا. وبحكم ان الحياه كتغلى لان الطاكس تزاد، كاع الناس اللي عايشين في القرى وفي الجهات النائيه كلشي باغي يمشي المدينه لانها فيها فرص عمل وفرص شغل كثيره ويقدروا يصوروا فيها فلوس اكثر. فكاع القرى والمدن النائيه غادي تنهار. وهذا الشيء بالضبط اللي واقع دابا في اليابان. عندهم مشكل كبير ديال كاع الناس من المدن النائيه تيبغيو يجيو لطوكيو اوساكا المدن الكبيره باش يقلبوا على فرص العمل، كيف في كاع المدن الصغيره والقرى وداك الشيء ما عندهم لا اقتصاد لا والو، كل شيء واقف، كل شيء ميت. والدول اللي عايقه شويه باش يحلوا هذا المشكل هذا شنو تيديروا؟ تيوليو يشجعوا اكثر
على الهجره، تيبغيو يجيبوا الناس من دول العالم الثالث يهاجروا عندهم ويخدموا عندهم في بلادهم باش ما يحسوش بهذا المشكل ديال الشيخوخه. وهذا بحد ذاته تيخلق حتى هو مشكل اخر اكبر اللي هو هجره الادمغه من هاد الدول العالم الثالث. والهجره ديال هاد الادمغه حتى هي تيكون عندها واحد التاثير سلبي كبير على التطور والتقدم والاقتصاد ديال هاد الدول هذه. وبطبيعه الحال فاش تكثر الهجره غادي يكثر معها حتى لو غاسيزم، ويكثر معها مشاكل اخرى كبيره بزاف. وهذا الشيء اللي تنشوفوا دابا واقع في اوروبا، اللي واقع في امريكان، اللي واقع في كندا، هاد المشاكل كلهم كاع الدول المتقدمه تتعاني منها. والدول اللي ما تيقدروش يجيبوا عندهم المهاجرين الاميغرانتس بحال مثلا اليابان ولا الصين والدول ديال اسيا، لان بحكم صعوبه اللغه بزاف الناس ما تيبغيوش يجيو لهنا لانهم ما تيقدروش يهضروا اللغه وتتكون عائق كبير بالنسبه لهم باش يجيو، تيفضلوا يمشيو لبلدان اخرين بحال مثلا كندا، استراليا، امريكان الى اخره. هاد الدول اللي ما تقدرش تجلب هاد المهاجرين غادي ياكلوا العصا مزيان. فاشنا هو الحل؟ في نظري انا كاينين حلول، خاص غير الواحد يكون واقعي وعقلاني ويفكر فيها مزيان. الحل الاول بصراحه في يد النساء. يقدروا النساء يختاروا انهم يتزوجوا، يولدوا وليدات، يكبروهم شي شويه، واحد 3 سنين 4 سنين 5 سنين، وديك الساعه يدخلوا لسوق العمل. وهذه مؤخرا انا قريت عليها في واحد الارتيكل في امريكان، ولاو بزاف ديال النساء في امريكان تيختاروا يديروا هذه باش ما يطيحوش في داك هذا المشكل ديال انهم تيبقاو تابعين لا كارير وفي الاخر تتعطلوا في تكوين الاسره. فيكونوا الاسره على سن مبكر، وإن فوا ولادهم يوليو يدخلوا المدرسه ويوليو يمشيو للمدرسه، يقدروا ديك الساعه يدخلوا لسوق العمل ما فيهاش مشكل. هذا حل. الحل الثاني اللي هو تيبان لي انا حل، يعني اكتشفته انا غير بهذا فاش وقعت الظاهره ديال كورونا، انه الريموت وورك، يعني العمل عن بعد. العمل عن بعد غادي يساعد، لان بزاف ديال الناس دابا حتى في الجابون حتى في طوكيو ولاو باستطاعتهم انهم يخرجوا من المدينه، ديك المدينه اللي كانت يجيو ليها باش يلقاو العمل، ما يحتاجش هو يكون هنايا في طوكيو باش يقلب على العمل، غادي تخرج على المدينه، تبعد على المدينه وتخدم مثلا ريموت وورك. وفي خارج المدينه تتكون الحياه رخيصه شويه، الكرا رخيص، المعيشه رخيصه، الظلمه تا هما تيكونوا رخاص. فالواحد ما يحتاج، ما تيوليش مضطر ان المراه والراجل بجوج خصهم يخدموا، غير واحد فيهم يخدم. تنظن يقدر يسبورتي العائله كامله الا كانوا خارجين على المدينه الكبيره. هذا هو حل. ودابا حنا تنلاحظوا حتى في اليابان، طوكيو، مدينه طوكيو تتعطي مساعدات ماليه كبيره للناس اللي يقدروا يخرجوا من طوكيو يمشيو ويخدموا ريموت ورك. والحل الثالث اللي تيبان لي انا حل تكنولوجي وحتى هو عقلاني ويقدر يوقع، هو هادشي اللي نشوفوا دابا ديال اي والروبوتيزيشن. اي والروبوتيزيشن تقدر تساعد بزاف ديال الدول وديال يعني الايكونوميز باش يبقاو متحركين ودايرين واحد الوتيره زوينه بدون احتياج يكون عندك واحد عدد سكان كبير. فوالا، هذا بعد التفكير يعني عميق بانوا لي هاد 3 الحلول اللي يقدروا يساعدونا باش ما نطيحوش في هذا الفخ الكبير. لانه الا ما حافظناش على عدد سكان يعني ثابت بهذا السيستم هذا ايكونوميك اللي ولينا غاديين به، بزاف الناس غادي ياكلوا العصا. حنا تنشوفوا دابا هذا الشيء راه واقع. مثلا في فرنسا باغا تزيد تطلع سن التقاعد لان عندهم هذا المشكل ديال الشيخوخه. امريكان حتى هما طلعوا سن التقاعد، الجابون حتى هما طلعوا سن التقاعد. راه الا بقينا غاديين بهاد لي ميزور بحال هكا كل شويه الدوله تتاكل العصا تقول لك غادي نزيد سن التقاعد، غادي نزيد نغلي عليكم الطاكس. هادشي اللي وقع الجابون فاش كانت التيفيه شحال هذا فيه 5%. وبحكم ان عندهم هذا المشكل ديال الشيخوخه خصهم يعمروا الصناديق بشي طريقه باش يبقاو يخلصوا للناس السوسيال والبونسيون ديالهم. طلعوا التيفيه 10%، ودابا عاوتاني راه تيهضروا انهم يزيدوا في التيفيه. فهاد الشيء اللي تيوقع الا كانت نسبه الانجاب قليله، كاع الدول تيوقعوا في هذا الفخ هذا ديال الشيخوخه اللي تيكونوا عنده عواقب وخيمه اكثر من داكشي. قولوا لي في لي كومونتير اشنو بان لكم في الهضره اللي قلت. كما قلت لكم هذه غير الراي ديالي، تناقشوا واحد الموضوع، يعني ما تاخذوش الموضوع بواحد خليو يعني دماغكم مفتوح فاش تفكروا في هذا الموضوع، وقولوا لي بصراحه شنو تظنوا في لي كومونتير. يلا شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. اللي جديد لاشي ما تنساش لايك سبسكرايب شير. عندكم شي لعيبه خليوها لنا في الكومونتير، راكم عزاز. نتلاقى معكم في الفيديو الجاي.